ها قد حان موعدنا السنوي مع معرض الكتاب. على الراغبين في قضاء يوم رائع السير معنا في ذلك الطريق. النهاردة هناخدكم معانا في رحلة جديدة لمعرض الكتاب. الفيديو ده بيتصور يوم 26 يناير أول أيام المعرض، معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 54. علشان نروح المعرض ركبنا أحد الأتوبيسات المخصصة من الدولة إنها تنقل الناس للمعرض، وطبعا في خطوط كتيرة جدا من أماكن مختلفة في القاهرة أعلنوا عنها على صفحة معرض الكتاب، تقدروا تشوفوا الأقرب لكم وتروحوا من خلاله. الطريق تقريبا أخد مني ساعة، فاعملوا حساب الطريق علشان ما تروحوش المعرض متأخر وتبدأوا اليوم من أوله، لأنه المعرض بيبقى محتاج وقت كبير جدا علشان تقدروا تلفوا وتشوفوا كل دور النشر وتشوفوا الحاجات اللي انتوا عايزين تشتروها. كده احنا وصلنا المنطقة اللي بيقام عليها معرض الكتاب. اليوم كان مشمس وجميل جدا واحنا كنا مبسوطين قوي الحقيقة، غير المرة اللي فاتت خالص كانت مطرة والجو كان برد شديد. وفجأة أول ما وصلنا عند البوابات لقينا زحمة شديدة جدا، أعداد رهيبة وتوابير واقفين يحجزوا التذكرة. طبعا لا، أنا مش هقف في الطابور ده، فدخلت وحجزت التيكت عن طريق الموقع وأخيرا دخلنا. أهلا وسهلا، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. نحن الآن وصلنا معرض الكتاب. شايفين الزحمة اللي هناك دي؟ هنروح عندها. الأول هشوف كده أي أنشطة لمريم. كانوا كاتبين على الصفحة بتاعة المعرض إن في أنشطة للأطفال في قاعة 5، فهنحضر أي إيفنت كده وبعد كده بقى نخش على الكتب اللي أنا جاية أشتريها. المكان كالعادة كان منظم جدا، ومن الحاجات التنظيمية اللي لقيتها هناك الحقيقة جديدة هي خرايط ضخمة بطول المبنى مكتوب فيها محتويات كل صالة من صالات العرض في المعرض. محتويات الخرايط دي هو أسماء الدور ومكانها والفئة بتاعتها. طبعا الخرايط دي بتتنشر على الصفحة الخاصة بالمعرض، الصفحة الرسمية، والزوار بيبقوا رايحين وكاتبين أماكن الدور دي اللي عايزين يزوروها. ولكن كنوع من أنواع التسهيل على الناس هم حبوا يعملوا هذه الإضافة اللي حقيقي يعني كانت حلوة جدا، بسطتني، لأن لما بشوف الصورة على الإنترنت بتبقى يعني الخطوط فيها صغيرة جدا وممكن الحاجات تتوه منك، لكن هناك واضحة كده وكبيرة. وطبعا انتوا شايفين أعداد الناس ما شاء الله، وده كمان كان في أول يوم. وعموما هو المعرض يعني بيبقى أيام الأجازات خميس جمعة سبت بيبقى زحمة أكتر شوية من الأيام العادية. أول ما دخلنا لقينا مجموعة من العروض الترفيهية الممتعة والجميلة أوي، المختلفة كمان في أشكالها، في للأطفال، في مثلا اللي للشباب. فكل العروض دي الحقيقة كانت عاملة جو كده جميل قوي من البهجة والمتعة، فايبس حلوة جدا في المكان، تخلي الرحلة نفسها رحلة حلوة، حتى لو ناس مش هتروح تشتري كتب بس تستمتع بهذه الأجواء الثقافية الممتعة فعلا. هنا مريم كانت بتتفرج على عرض البلياتشو بيشاركوا فيه مجموعة من الأطفال الموجودين. ده كمان كان عرض تاني من عروض السيرك، حاجة شبه ألعاب التوازن كده. سيبنا العروض بقى وقلنا نتصور شوية قبل ما ندخل القاعة. هنا بقى لقينا صندوق مكافحة الإدمان عامل نشاط كده للأطفال والمراهقين وللشباب للتوعية بمخاطر التدخين والتدخين السلبي.
بيقرأوا للأطفال قصة توعوية عن التأثيرات السلبية للتدخين والتدخين السلبي كمان، وعاملين لعبة شبه لعبة السلم والتعبان كده، فيها جمل زي مثلا عيش حياتك صح، ادمن حياة، اعرف حقوقك، أسرتي حياتي. كل ده عشان يشجعوا الأطفال والمراهقين ان هم يعرفوا اكتر عن مخاطر التدخين، وعشان كمان يشجعوا الأطفال اللي في عمر مريم بنتي والأكبر شوية إن هم يسمعوا القصة اللي بتتكلم عن آثار التدخين السيئة. بيرسموا لهم رسمة كده، فمريم اختارت إن هي ترسم فراشة وكانت مبسوطة قوي، وبعدين قعدت سمعت القصة، والبنوتة بعد ما بتحكي القصة بتسألهم فيها بعد ما بتخلصها علشان تعرف وتشوف هل هم استوعبوا الموضوع ولا لأ، وبناء على إجاباتهم الصح بتديهم القصة بقى اللي هي سردتها عليهم في كتيب كده مرسوم عليه محمد صلاح وأبطال القصة حسن وعمر وناس كده يعني. فالحقيقة لقيت ان هي حاجة حلوة جدا لما يكون الطفل من صغره عارف بان التدخين والمدخنين دول اشخاص مضرين، المفروض ان احنا نبعد عنهم وننصح غيرنا كمان انه يبعد عنهم. دلوقتي بقى احنا داخلين قاعة 5، القاعة المخصصة للطفل وأنشطة الطفل وكتب الطفل. اعلنوا هم عن ورش للتلوين والقص واللزق والرسم على الشنط وغيرها كتير من الأنشطة اللي عاملينها. مريم كانت مبسوطة قوي انها داخلة القاعة، ما تعملي قاعة 5. جوه القاعة هتلاقوا كل الدور الخاصة بكتب الأطفال زي وكالة الأهرام، دار المعارف، فيه جناح خاص للكتب الخارجية زي الأضواء والمعاصر والامتحان، في مثلا دار نهضة مصر. والحقيقة اني ما لقيتش جديد في الكتب اشتريه لمريم، والألعاب برضو او الألعاب بالذات كانت أسعارها مبالغ فيها جدا، فبرضو الحقيقة ما اشتريناش اي حاجة من هناك. ده بقى المكان الخاص بالورش والأنشطة اللي عاملينها للأطفال، وهنا بيعلموا الأطفال ازاي يرسموا على الشنط باستخدام بعض الأدوات البسيطة زي الورقة اللي بتبقى في المناديل. مريم هنا رسمت وردة. في الأول هنا مريم لبست الفيرتشوال رياليتي هيلمت دي، تكنولوجيا بقى وكده، وسمعت وشافت قصة كرتونية يعني. اشتركت كمان مع الأطفال في إنها ترسم لوحة عن المعرض ولوحة عن التغير المناخي، حاجات بسيطة يعني، كل طفل بيرسم رسمة صغيرة جدا في اللوحة. دلوقتي بقى احنا خرجنا من قاعة 5 بعد ما خلصنا تقريبا كل الأنشطة اللي جوه، علشان دلوقتي هنروح قاعة 4 العروض لسه مستمرة زي ما انتم شايفين. زي دلوقتي كده في عرض للتنورة جميل قوي. قاعة 4 بقى موجود الدور المدعمة اللي بتبيع كتب تراثية وحديثة برضو نوعا ما، ولكن بأسعار مخفضة جدا. هتلاقوا هناك كنوز حقيقي بأسعار معقولة يعني بالنسبة للأسعار اللي موجودة في الدور الحديثة وطبعاتها الغالية أوفر. الدور دي زي مثلا دار المعارف، دار الأهرام، دار الهلال، في كمان قسم من الهيئة العامة المصرية للكتاب المخفض. والحقيقة اني كنت متارجتها يعني اني اروح الدور دي الاول في اول ايام المعرض علشان الحق كل الكتب والاصدارات قبل ما تخلص، زي مثلا سلسلة اقرأ، في الترجمات العالمية برضو في دار المعارف والهيئة المصرية العامة للكتاب، وفي طبعا سلسلة الجوائز وحاجات تانية كتير. الحاجات دي بتبقى حلوة جدا، ومع الأسف بتخلص مع الأيام الأولى لمعرض الكتاب. أنا مع الأسف بقى ومع ضيق الوقت كمان ما قدرتش اني اروح كل الدور اللي انا كان نفسي ادخلها، فما دخلتش غير دار المعارف، جبت منها كتب حلوة جدا هشاركها معاكم ان شاء الله في فيديو تاني.
خلصنا في دار المعارف علشان نروح مكتبات سور الأزبكية. برضو المكتبات دي من الحاجات اللي كنت عايزة اروحها بدري، علشان هناك يا جماعة بتغتنموا اللقط، يعني الحاجات اللي بصوا بتتخطف خطف كده. انت بتبقى بتشوف كتاب واللي جنبك يقولك ايه ده انت جبته منين، تيجي تدور عليه ما تلاقيش نسخة، هي يعني نسخة واحدة بس. فبتبقى حاجات كده يعني فعلا لقط زي ما بيقولوا، مش لاقي لها وصف تاني، اللي هو حاجات نادرة يعني. لو خلصت مش هتلاقيها تاني. في الطريق بقى واحنا رايحين للمكتبات شفت مجمع الملك فهد لطباعة المصحف، ومجموعة مكتبات بتبيع كتب دينية كتير جدا. جنبه برضو هتلاقوا جناح الأزهر الشريف والأنشطة الخاصة اللي بيعملوها للشباب وللأطفال. لما رحت مكتبات سور الأزبكية ما كنتش عايزة أمشي. كل الكتب اللي نفسك فيها او كان نفسك فيها تشتريها ومعرفتش تشتريها عشان غالية، ممكن تلاقيها هنا صدفة بأسعار زهيدة جدا. هنا الجنيه يا جماعة شايف نفسه وعارف قيمته، لأن الحقيقة كتب عظيمة جدا ومجلدات وروايات وقصص أطفال ومجلات لكتاب كبار، يعني أنيس منصور تلاقي، أجاثا كريستي تلاقي، عبد الوهاب المسيري، ناس عالميين، موليير وشكسبير. شوفوا كل أنواع الكتب والكتاب هتلاقيهم هناك، وهتلاقي كتب ب5 وب10. بس هناك عايز يوم من أوله وتقعد تقلب بقى وتدور. وفي أوقات الأوبشن بتاع إنك تقول لراجل مثلا عايز كتاب كذا عندك. وجوه المكتبات نفسها بتنافس بعض، يعني ممكن تلاقي كتاب في مكتبة بسعر رخيص وتروح المكتبة اللي جنبه تلاقيه بسعر أرخص. فالشطارة بقى هنا انك تدور وتجيب اللي انت عايزه بأرخص سعر وأفضل جودة، لأن الكتب طبعا مش جديدة، الكتب مستعملة. وممكن على فكرة تلاقي حاجات جديدة، فهي أرزاق يعني وحظوظ كده. خلصنا الجزء بتاع مكتبات سور الأزبكية، وهو الحقيقة مش بيخلص زي ما بحكي لكم كده، تروح هناك تبقى مش عايز تروح. هنا أختي بتوثق لي فيديو، فقالت لي امشي كده قدام وانا صورك وانت عاملة نفسك مش واخدة بالك، وانا طبعا مكنتش واخدة بالي اصلا يعني. دلوقتي كده احنا خرجنا من صالة او قاعة 4، طبعا الدنيا ليلت. جبنا مجموعة كتب خطيرة، يعني الحقيقة كان نفسي اجيبهم جدا وما كنتش عايزة امشي، كنت عايزة اكمل، بس قلت بقى لنفسي خلاص يا بنتي كفاية، روحي كده، وأوعدك اني هجيبك تاني ونشوف كل الدور اللي احنا ملحقناش نروحها، لان اليوم خلص بسرعة جدا وكان فيه فعلا حاجات تانية كنت عايزة اعملها. فان شاء الله هيكون في زيارة تانية للمعرض، مش عارفة هتكون امتى يعني، بس اكيد هاجي. هنا مريوم بتقول لكم مع السلامة، وفي نهاية الفيديو أتمنى يكون عجبكم وتستفادوا منه أي معلومة أو نصيحة تفيدكم لما تيجوا تزوروا معرض الكتاب. بس كده، ده كان فيديو النهاردة، أشوفكم على خير في فيديوهات تانية كتير، والسلام عليكم.